نحن ليش منخاف نواجه الناس اللي بتأذينا وبتزعجنا سواء بتصرف سواء بكلمة، ونقول لهم بكل بساطة إنه إذا بتريدوا وقفوا هذا التصرف عم يزعجني. ليش منخاف؟ منخاف نخسرهم؟ طيب ما نحن عم نخسرهم هيك لأنه عم يزعجونا وعم نتحسس وعم نحاول نبعد عنهم، فبالتالي الخسارة صايرة. لذلك إذا أنا فعلا بهمني حافظ على هي العلاقة ولو شوي، وبهمني أكثر إنه ما حدا يزعجني، خليني أكون كتير صريحة وواضحة وروح عند هذا الشخص وقول له لو سمحت هذا التصرف عم يزعجني ما تعمله معي، لأنه أنت هذا الشيء عم يخليني بعد وكش منك. كتير أسهل وأبسط إذا أنا بدي أحمي حالي إني أقول لشخص عم يزعجني رجاء ما تتصرف هذا التصرف لأنه عم يزعجني، لأنه بالنتيجة تراكمات حالة الإزعاج وخوفي من إني إذا أنا كنت واضحة أخسر هذا الشخص، أنا بكون هيك عم بخسره، ومو بس مرة عم بخسره كتير، لأنه الإزعاجات عم تتراكم عندي وعم تشكل عندي انزعاج كتير حقيقي تجاهه. البساطة بتوضيح الحالة اللي نحن عم نشعرها تجاه هذا الشخص هي الشيء الوحيد اللي بيحمي هي العلاقة. ما نخاف نكون واضحين ونطلب من الشخص يبطل يعمل تصرف بيزعجنا، لأنه بهي الطريقة بنكون عم نحمي حالنا وعم نساعد حالنا إنه ما ننزعج، وبنفس الوقت عم نحمي هي العلاقة.